هنتعامل ازاي مع حالات اللي بتعاني من تاخر الحمل؟ والله حسب التحاليل اللي ظهرت معانا، لو في مشكله في الزوج بنبدا نشوف المشكله دي هل ليها علاج، زي مثلا المشاكل البسيطه في الحركه او التشوهات، الحركه الاماميه السريعه، الصديد، اللزوجه، الحاجات دي قد تستجيب مع الادويه، الفيتامينات ومضادات الاكسده، قد تستفيد مع تغيير النمط الصحي. لو قللنا التدخين الكتير او الوزن نزل شويه او الرياضه او كده قد تتحسن، او قد للاسف يكون التحليل سيء جدا، العدد فيه ضعيف جدا، الحركه فيه صفريه، التشوهات عاليه جدا فيه. ده هنا قد نستعين باحد استشاريين الذكوره، او قد نلجا لاجراءات زي مثلا عمليه دوالي او ايا كان التصرف اللي هنعمله بعد كده. بالنسبه للشق بتاع الزوجه فبرضه حسب التحاليل، لو في لخبطه هرمونات هي هتستفيد جدا جدا من ان احنا نظبط القصه دي. الغده عاليه شويه ممكن ناخد دواء للغده، هرمون اللبن عالي شويه ممكن برشامتين كده ينزلوه خلاص. لخبطه الهرمونات بتاعت وظائف المبيض ليها علاجات كتيره هرمونيه، انتهاء بقى بوسائل الاخصاب المساعد، من اول بقى التلقيح الصناعي، الحقن المجهري. الحاجات دي تقدمت جدا ونسب النجاح فيها بقت عاليه قوي عن زمان.